معالي المحافظ لما سألته قال لي أنا حر، أنا رئيس لجنة القيادات في المحافظة، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، وكأن بيقول أنا ربكم الأعلى. لأنه للأسف إحنا في بلد بتصنع من القيادات فراعنة، بتكبرهم وتنفخهم لدرجة إنها بتخليهم فراعنة مش قيادات. محدش فيهم رفع سماعة التليفون، كل واحد خاف على الكرسي اللي قاعد جنب عليه، وبالتالي أنا مش هخاف عليكم وهطلع الفضايح، لأن محدش فيكم خاف عليا فأنا مش هخاف على حد. في سؤال بوجهه لمحافظ الشرقية، انت ليه مشخصن القضية؟ ليه واخد قضيتي قضية شخصية ليك؟ ليه التصرفات؟ ليه سايب الدنيا كلها تضرب تقلب في الشرقية؟ طلعوا قولوا الحقيقة. انا طلعت الحقيقة اللي عندي، ناقص تطلعوا الحقيقة اللي عندكم. على فكرة في احد الزملاء مدير الادارات اللي تم ترقيته من ادارة مستوى ثالث لادارة مستوى اول محل النيابة، ليه؟ بتهمة تزوير 8 عقود احدهما عقد ابنته، والباشا لسه قاعد في مكانه. ليه؟ واصل لمين؟ مدير إدارة شرق التعليمية سيد برعي المحل النيابة بتهمة تزوير عقد لبنته، أي أول ما استلم مدير إدارة في الصالحية. لمعلوماتكم سيد برعي جه من غير نشرة، من غير مسابقة، من غير أي حاجة. دول من الناس اللي نزلوا بالباراشوت.